عليكم اصدقائي وصديقاتي، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم في 90. مجلس اداره النادي الاهلي يوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ في بيان رسمي للنادي الاهلي، ويعين الكابتن خالد بيبو بدلا منه، ويعين وليد سليمان كرئيس لقطاع الناشئين. انا هتكلم في نقطه محدده وهي الكابتن سيد عبد الحفيظ. انا بسال سؤال بس يا ريت حد يجاوبني عليه. انت ليه مشيت واحد ناجح؟ ليه تمشي واحد ناجح وتجيب واحد انت ما تعرفش هو هينجح ولا لا؟ ليه انت تقول في البيان بتاعك وانت بتخاطب ملايين الجمهور من جمهور النادي الاهلي وتقول ان انا بعمل كوادر شابه؟ هل الكابتن بيبو وهو 46 سنه يمسك المنصب والكابتن سيد عبد الحفيظ 44 سنه يمشي؟ هل دي كوادر شابه؟ هل الكوادر شابه ان انت تشيل واحد 44 سنه وتحط واحد 46 سنه؟ ولما انت دورت على الكوادر الشابه ليه ما فكرتش في لجنة التخطيط اللي بقالها 70 سنة أو 700 سنة؟ معلش يعني ليه ما فكرتش فيهم؟ مع الاحترام ليهم جميعا وهم كلهم قيمة وقامة طبعا، سواء الكابتن محسن صالح اللي عنده 74 سنة والكابتن زكريا ناصف اللي عنده 63 سنة. الناس دي يا جماعة كبرت، ليه انتوا ما فكرتوش فيهم؟ ليه رايحين تجيبوا واحد من انجح مديرين الكرة اللي جم في تاريخ النادي الاهلي وتمشوه؟ ليه انتوا بتحطوا دايما ايديكوا على الحد الناجح عشان تمشوه وتسيبوا المكان ده عشان يفضى وتحطوا واحد تاني لسه ما نعرفش هو هينجح ولا لا؟ انا مش ضد ان انت تعين حد، وعارف ان انت في يوم من الايام هيجي الكابتن سيد عبد الحفيظ ويمشي، وهو نفسه قال الكلام ده. بس الفكرة ان انت دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ ناجح ومكمل وهو ناجح، ليه انت تمشيه دلوقتي؟ ليه؟ السؤال ده انا بطرحه لحضراتكم، يا ريت اللي يعرف يجاوبني عليه تحت في التعليقات وفي الكومنتات. اتمنى اللي جاي الكابتن خالد بيبو يكون ناجح زي الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومش هنحكم عليه دلوقتي لان ده مش لاعب كوره، احنا لازم نشوفه الاول ونشوف هو هينجح ولا لا. انا هوجه كلامي للكابتن سيد عبد الحفيظ وهقول ان الراجل ده قعد في منصبه 10 سنوات، وان المنصب هو دايما اللي بيضيف للشخص اللي بيقعد في المكان نفسه وبيضيف لصاحب المنصب نفسه، انما الكابتن سيد عبد الحفيظ هو احد القلائل اللي اضاف للمنصب اللي هو قاعد فيه. وجه كلامي للكابتن سيد عبد الحفيظ في الوقت ده وهقول له حاجه بسيطه، ومن القلائل اللي انا هقول لهم الكلام ده: ستجد امامك الكثير والكثير من الاشخاص طيله حياتك، لكن هناك رجل صاحب كلمه شجاع لا يخاف، لأنه يضع تربيته أمامه ومبادئه فوق رأسه. عندما يتحدث فاعلم أن الحرف له معنى والكلمة لها مقياس والجملة لها حكمة. إنه الكابتن سيد عبد الحفيظ. ومن هنا ونيابة عن مشجع أهلاوي بيحب الكيان وبيحب الكابتن سيد عبد الحفيظ، بتوجه بالشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ على السنوات الماضية الذي أخذ فيها 40 بطولة مع الاهلي، 26 بطوله كمدير كره، 6 دوري، 3 كاس مصر، 5 سوبر مصري، 3 دوري ابطال، 2 سوبر افريقيا، و14 بطوله كلاعب كره قدم مع النادي الاهلي، 6 دوري و2 كاس مصر و2 سوبر مصري و1 بطوله عربيه و2 افريقيا و1 سوبر افريقي. بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ اعظم مدير كره في تاريخ النادي الاهلي على الاسبرنت اللي انت عملته في القضيه ممكن قدام نادي الزمالك بفرحة الفوز بالبطولة الأفريقية التاسعة في تاريخ النادي الأهلي أمام الزمالك. بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على الاسبرنت اللي أنت عملته في البطولة العاشرة والبطولة ال11. بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على عطائك للنادي الأهلي على مدار السنوات الماضية التي حققت فيها كل البطولات. وبشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على انك كنت درع وسيف للنادي الاهلي على مدار السنوات الماضيه. بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ وبتمنى له التوفيق في الايام الجايه، وباذن الله تكون في افضل حال وربنا يوفقك في اي خطوه انت تاخدها في الايام الجايه. كل الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في 90.